مكملين وياكم المقارنات الوزارية المرشحة للفصل الأول من المقارنات الوزارية المهمة. تحكي عن اليمن، تحكي عن الانقسام الخيطي والانقسام الاختزالي. بس أريد أنبهكم، مكان الخيطي غير مباشر، مكان الغير مباشر اعتيادي. إذا ذني التسميات دربوا عليها. نجي نقارن انقسام النواة بصورة تتضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين، يعني الجديدة أغلب الطلاب ما يعرفون يعني شنو بنويتين، العدد ونوعية الكروموسومات نفسها، خلية بها 2 كروموسوم تبقى 2 كروموسوم. أما بالنسبة للانقسام الاختزالي فهي عملية تهدف إلى الحفاظ على عدد ثابت من الكروموسومات زائد تكوين الأمشاج. مراد مقارنة. ما الهدف من الانقسام الاختزالي؟ عرف الانقسام الاختزالي. افتهمتوا الفكرة؟ نجي يحصل في الخلايا الجسدية يعني في الخلايا الجسمية، يحصل في الخلايا الجنسية يعني مسؤول عن تكوين نطف بالذكور والبيوض في الإناث. تكون الخليتين حاوية على نفس العدد من الكروموسومات، خليتين بس يعطيني خليتين. اما هنا فراح تتكون عندي 4 خلايا. انتبهوا لي هنا، احاديه المجموعه الكروموسوميه او حاويه على نصف العدد من الكروموسومات. الهدف من الانقسام الخيطي من الغير مباشر او الانقسام الاعتيادي يقول لي النمو والاصلاح.